ما الفرق بين مدرب يحقق النتائج ومدرب يصنع المجد؟ ماذا قلت لكم يا المغاربة؟ ستنتصرون، ستعبرون، في كرة القدم اللاعب يصنع اللحظة، لكن المدرب هو من يكتب السطر الأخير في كتاب المجد. اليوم المغرب لا يناقش أسماء لاعبين، بل يناقش عقولاً تدريبية. 3 مدربين، 3 مدارس، و3 طرق مختلفة نحو القمة. لكن السؤال الحقيقي هو: من يصنع مجد الكرة المغربية؟ وليد الركراكي، مهندس الانضباط، لم يكن نجم العناوين، بل رجل المهمات الصعبة. الله ينصرك يا نصيري، ينصر دينك يا نصيري على الجول. لعب وليد الركراكي كظهير أيمن في عدة أندية فرنسية مثل راسينغ باريس ثم تولوز. بالإضافة إلى ذلك احترف في الدوري الإسباني رفقة راسينغ سانتادير، وكذلك للمنتخب المغربي، وحاز جائزة أفضل مدافع في كأس إفريقيا للأمم تونس 2004. الركراكي لم يأتي بشعارات، بل بمشروع، تنسيق مع جميع الفئات السنية، شراكة مع أكاديمية محمد السادس. النتائج: كأس العرش 2014، نصف نهائي كأس الكونفدرالية، الدوري المغربي 2016، أول لقب في تاريخ الفتح، أصغر مدرب يتوج بالبطولة، توج جهده باستقبال ملكي ووسام شرف. التحليل التكتيكي: يتميز وليد الركراكي بأسلوب دفاعي بالدرجة الأولى، يعتمد على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحول الهجومي، وهو ما ظهر بوضوح مع المغرب في كأس العالم بقطر، وحتى في المباريات التي يلعبها أو التي لعبها مع الأندية التي دربها. ولربما تأثر بهذا الأسلوب لأنه مدافع. فلسفة الركراكي بسيطة: السيطرة على الخصم لا على الكرة، دفاع منظم، تحويل الضغط إلى فرصة. طارق السكتاوي، ابن الكرة، حكاية مختلفة تماماً. يوسف سيحاول تسديدة قوية تعود إلى طارق السكيتيوي، وجول! جول أول طارق السكيتيوي، يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب المغربي مستفيدا أب وإخوة مارسوا الكرة بالنسبة له لغة بيت. لاعب وسط هجومي يمتلك رؤية سبقت زمانها، ولعب مع المغرب الفاسي، تألق في أندية أوروبية مثل بورتو البرتغالي وأندية في هولندا ثم فرنسا، كما لعب للمنتخب المغربي في فترات متقطعة. الأمر الملاحظ على طارق السكتاوي رغم موهبته، إلا إنه لم يستقر به الحال مع فريق معين مدة طويلة، لكن هدفه في مرمى دوري أبطال أوروبا مع بورو أمام مارسيليا الفرنسي يعتبر الأفضل في مسيرته الكروية. دخل عالم التدريب بهدوء، لكن بخبرة لاعب كبير. طارق السكتاوي يميل إلى اللعب الفرجوي مع التنويع في طرق اللعب بأسلوب لعب أكثر هجومية، مع تركيزه على الاستحواذ واللعب الجماعي، وهو ما ظهر مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس. دائما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، والتواضع جميل، من تواضع حقيقة من تواضع لله رفعه. هذا الأسلوب يتناسب والمركز الذي كان يلعب فيه عندما كان لاعباً. المسيرة التدريبية والإنجازات: كأس العرش مع المغرب الفاسي، كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان، قيادة المنتخب المحلي، الضربة الكبرى، كأس العرب 2025، فوز ملحمي على الأردن 3-2، وقرار تكتيكي جريء بإقحام حمد الله قلب المباراة رأساً على عقب.
الهدف الثالث. هل هي هو شتيفينا هو وبينوا لي وجيبوا بحاله. فلسفته: الفريق قبل الاسم. ضغط متوسط، انسجام جماعي، حلول متعددة. يفضل 4-3-3. كثافة وسط، إدارة ذكية للتغييرات. السكتيوي مدرب التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق الكبيرة. أتوقع بأن يدرب طارق السكتيوي المنتخب المغربي الأول بعد مرحلة وليد الركراكي طالت أو قصرت، ولما لا يلتحق بالطاقم التقني الحالي؟ رأيكم يهمنا. دمتم سالمين. لا تنسوا التعليقات والاشتراك. شكراً.